لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحق جل وعلا ينادي عباده بعد أن تأذن سبحانه لعباده وأمر كل عبد من عباده فوق الأرض يمشي أن يعلم أن خلقه فوق الأرض إنما هي لحكمة، وما وجودنا فوق الأرض إلا لنحقق هدفاً سام، وهو أن نحقق مرضاة رب العالمين. ومن فضل الله علينا أن أوجدنا، ومن فضل الله بعد أن أوجدنا من العدم أن هدانا لأحسن الطرق وأقوم دين لا يقبل جل وعلا من عباده أن يدينوا بدين غير هذا الدين. إنك أيها المؤمن لو تفكرت وأنت تقف بين يدي الله كل يوم فتفتتح صلاتك بقولك الحمد لله رب العالمين، على أي شيء تحمده، على أي شيء تشكره، على أي شيء تثني عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن أيها الأحباب حمدنا لله يحتاج إلى حمد آخر. إذا حمدت الله فاحمد الله أن أتاح لك فرصة حمده. ولذلك الحبيب نادى معاذ: يا معاذ إني أحبك في الله، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وأعني على شكرك وعلى حسن عبادتك. أنت بحاجة من الجليل جل وعلا أن ييسر لك طريق عبادته لكي تشكره، تثني عليه، تقر له بالذنب وتعترف بالتقصير، ويسجد قلبك وتسجد جبهتك ولذلك لله، ولذلك أعبدنا أكثرنا حمدا لربنا. ولذلك أيها الأحباب عندما نتأمل قول الحق لئن شكرتم لأزيدنكم، مع أن الله عندما أعطانا ووهبنا الحياة ما خلقنا إلا لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعجيب أن يخلقك لعبادته، ومن عبادته حمده، ثم يثني عليك إذا قمت بالحمد. إنه الكرم، كرم الله جل وعلا. ولذلك سورة الحمد، وتسمى سورة الحمد أعظم سورة في القرآن، لأن العبد يقف بين يدي الله ليحمده ثم يمجده ثم يثني عليه ثم يسأله الطريق الموصل إليه، الطريق المستقيم. وفي كل لقاء مع الله لا يصح هذا اللقاء حتى تحمده وتثني عليه وتمجده ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم. لذا أيها الأحباب حمد العبد لربه محراب عبادة ما دامت الأنفاس فيك، أنت تحمده على كل شيء، على كل نعمة، ولن يسدي لك نعمة إلا الله. انظر بعد أن ترفع من الركوع يذكرك الإمام سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي سمع حمدنا، الحمد لله الذي أتاح لنا فرصة حمده ومن علينا أن نحرك اللسان والقلب والجوارح للثناء عليه وللاعتراف بجميله. ولذا عندما رفع الحبيب من صلاته يوما وقال سمع الله لمن حمده، سمع صحابيا يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحبيب بعد فراغه من الصلاة من قائلها؟ قال أنا يا رسول الله. قال إني رأيت 30 ملك أي نزلوا من السماء يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله. من عظم هذا الحمد الذي عبأ الحامد السماوات والفضاءات وكل مكان. والعجيب أن الكون كله يحمد، العجيب أن بعض الخلق لا يحمد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك أيها الأحباب الحمد وظيفة العمر،
أن يكون الإنسان حامد. وقبل أن أبدأ وإياكم في تضاعيف هذا اللقاء أقول: إياك أيها المؤمن أن تعتقد أن الحمد تحريك اللسان بقول الحمد لله، وإياك أن تعتقد أن الحمد هو أن تشكر الله على وجبة أكلتها أو على شربة شربتها، مع أن الله يرضى جل الله، يرضى على عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، بل رتب الله على من قال: إذا قال العبد بعد شربة أو بعد وجبة حمد الله من قلبه عليها غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. مع أنه هو المنعم، مع أن الله جل وعلا هو المعطي، مع أن الله هو المنان، مع أنه ما بنا من نعمة فمنه، ويحمد الله عبده ويشكره إذا شكره، وما ذاك إلا لأنه جل وعلا هو الحميد المجيد جل وعلا. أيها الأحباب، الحمد ليس المراد به تحريك اللسان بقول الحمد لله، هذا من الحمد، ولكن الحمد هو يوم أن يكون عمرك، حياتك، بدنك، قلبك، لسانك، جوارحك كلها تنطق بحمد الله جل وعلا، فلا تسخر شيئا من به عليك الجليل لا تسخره في معصيته. ولذلك لو نظرت شيئا يغضب الله كفرت نعمة النظر، لو سمعت شيئا بأذنك يبغضه الله كفرت نعمة السمع، لو مشيت بأقدامك إلى محرم كفرت نعمة المشي، لو سخرت بدنك في معصية من خلقه كفرت نعمة الحياة كلها. ولذلك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، المراد كفر النعمة وليس المراد كفر الملة. ولذلك أيها الأحباب، نحن نتحدث اليوم عن الشكر، هو يوم أن يجعل المؤمن حياته بأكملها بفضاءاتها، أن يجعل أنفاسه كلها تنطق بحمد الله. لما؟ لأنه لا يتصور من إنسان أن يستغني عن الله. من ذا الذي يستغني عن الله طرفة عين؟ ولذلك قال بعض السلف: إني لأحمد الله على الهواء يدخل من هنا، ثم أثني عليه وأحمده يوم أن أخرجه من هنا. تصور لو أن الهواء دخل وما خرج، تصور لو أن الماء دخل وما خرج، تصور لو أن الطعام دخل وما خرج، ماذا يكون في حالك؟ كيف تكون؟ دخل يوما كبير سن به مرض البروستاتا، تضخمت هذه الغدة في بدنه فاحتقن بوله في مثانته، فلما أدخل الطوارئ كان له أكثر من يوم منحبس البول أجلكم الله، وكان يعض في أيدي أبنائه، وكل من أراد أن يهدئه عض يده من الألم، وكان ينادي: يا رب، تخرج من شغاف قلبه، والدمع يسيل على خده، ولحيته بيضاء قد شابت في الإسلام. أتى الأطباء يحاولون أن يدخلوا القسطرة البولية فيه ليخرج البول من مثانته، كان التضخم كبيرا والالتهاب كبيرا، فما نفعه القسطرة وما خرج منه ولا قطرة بول، رأى الموت حتى أتى استشاري المسالك، فما كان منه إلا أن حسر عن ملابسه، ثم أخذ إبرة فطعن أسفل بطنه فوق عانته، طعنه بالإبرة طعنا، ثم ركب في الإبرة أنبوبا، فسال الدم مع البول يختلطان، ثقب المثانة، فإذا هي تتفجر في كيس بجوار السرير، فإذا بكبير السن يضيء وجهه ويقبل يد الطبيب ويرفع عينه: اللهم لك الحمد حمدا لا حد له ولا عد. اللهم لك الحمد. ندخل الخلاء فيخرج الأذى منا، والله لو انحبس يوما أو بعض يوم لتعكر كل صفو حياتك. والله لو قيل لك وقد انحبس البول في مثانتك بكم ونخرجه، تقول: بكل ما ملكت ولا أموت. ولو ضمئت في الصحراء ثم كان هذا الكأس هو قيمة كل أملاكك
وبيتك في ضاحية لبن، وكل ما ملكت من الأموال وتجميع رواتبك قيمته كوب ماء؟ نعم، ولا أموت. طيب، ألا نشكر المنعم الذي يقلبنا في نعمه جل وعلا؟ إن الحمد أيها الأحباب، كما أنك لا تستغني عن الهواء ولا عن الماء، كذلك لا يفتر لسانك من حمد المنعم الذي قلبك في كل صباح في كل مساء. تنام والقلب يعمل. تصور لو أن القلب يتوقف إذا نمت، ماذا يجري فيك؟ تصور أيها الحبيب لو أن النفس ينقطع وأنت نائم، من الذي حفظك؟ إنه الله. وما أجمل أن تكون الحياة أحبابي محراب سجود. كل الحياة الحمد لله، كل الحياة الشكر لله، كل الحياة ثناء على الله. هنا يزيد الله العبد بشكره، يزيد في عطائه سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: إنا لنعجب أن الجليل جل وعلا أنعم، فلما شكرناه على النعم زادنا، فإنما شكرنا له نعمة، فنحتاج إلى أن نحمده أن ترك لنا فرصة حمده. يعني حياتك كلها إن حمدته أعطاك، تحمد من جديد يزيدك. إذن آخر محطات العطاء أن تلتقي في جنان ونهر دار الكرامة يوم أن يكون العبد حامدا. أيها الأحباب، لو سجد أحدنا حياته كلها، كم عمرك؟ 60 70 90، والذي بعث محمدا بالحق، لو سجد أحدنا الآن سجدة على حامل إبر محماه أو على الشوك، وافترش الشوك وسجد لله ليحمده على نعمة واحدة، ولم يرفع رأسه حتى قبضت روحه، والله ما جاز نعمة واحدة. وقد ورد في الحديث الذي تعرفونه عما روي عن بني إسرائيل، والحديث لا بأس به، أن عبدا أقام في جزيرة بعيد عن الناس، وكان أن أنبت الله له شجرة الرمان، كل يوم تنبت له ثمرة واحدة، فيأكل الرمانة ويشرب من الماء العذب ويصلي. حياة السجود 60 70 100 عام ساجد راكع، يلتفت يأكل هذه الثمرة ثم يشرب من معين الماء ثم يصلي. فلما أن قبض خير أيحاسب برحمة الله أم بعدله؟ هذا العابد سنوات طوال، هذا الساجد قال بعملي يا رب، بعملك أم برحمتي؟ قال بعملي. واحد 100 سنة ساجد ما عصى الله طرفة عين، فلما وزنت أعمال السنين كلها ما كافأت إلا نعمة البصر. ولو أن ذاك العابد فكر من جديد، من الذي أنبت له الرمانة؟ ومن الذي أنبع الماء له؟ ومن الذي حرك النفس في رئتيه؟ ومن الذي حرك بدنه حتى ينثني؟ إنك لتعجب، أنت لن تستطيع أن تحمد الله إلا بنعمة الله، ولن تستطيع أن تشكر الله إلا إذا من وأعان. اللهم أعني أعني أعني، يعني بدون عون منك يا ربي فلن أثني عليك. ولذلك العبد يطلب من الله الإعانة على تحقيق العبودية، على تحقيق التوحيد. ولذلك أفضل نعمة سنذكرها من الله بها علينا أن لا إله إلا الله تحركت بها الشفاه. وكم من عابد سجد على وثن، وكم قبوري الآن أو رافضي مرتد يسجد على العتبات، وذاك يذبح الجاموسة والبغلة أو ما يذبحه على الأنصاب أو على الأوثان أو على القبور. هو قد تعب الليل والنهار يسجد لقبر وإلى النار، فإن شركه أكبر. وأن تسجد لرب السماوات والأرض. هدايتك للدين نعمة، تحتاج إلى أن تثني على الله وتشكر الله وتسجد في محراب التعبد بأن تجعل الحياة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإن كانت الحياة له فلا يفتر لسانك من ذكره،
ومن شكره ومن حسن عبادته، لأنه خلقك لهذه المهمة. وإن العبد يعجب أن بعضنا يا أخي بعضنا تعبه يمدح الناس عشان سلفه، عشان زوجه، عشان أعطاه السيارة وراح المكة، عشان كان مكروبا ففرج كربه، عشان جاء في سجن الملز وكفله، يجلس الحياة يقول القصايد ويثني عليه، وكل ما جاء رفع قدره وبدأ يثني عليه وذبح له المفاطيح وفطحها وقعد القعدان عشان نعمة واحدة ما أنعم بها عليك إلا لأن الله أعطاه. يعني حتى اللي عطاك ما عطاك إلا من عطا ربي، فالنعمة في الأصل مهب منها، الله يجزاك خير، هي من رب العالمين، ولذلك الأصل أن تحمده عليها. مما يروى في هذا المقام أن رجلا شيخا كبيرا قتل رجلا ودخل في السجن بضع سنين، وفي مدينة الرياض خرج لساحة التنفيذ، ساحة القصاص، فلما جلس على الأرض رأى أحد الصالحين شيب هذا الشيخ الكبير، وتأمل في أولياء الدم لعلهم أن يعتقوه من القتل ويحتسبوا عند الله أجره، فقال للسياف وللمنفذين: تسمحون لي أن أقف أمام ولي الدم؟ فأتى إليه فإذا هو شيخ كبير، قال: ألا تتقرب إلى الله بهذا السيب، هذا الشيخ الذي شاب ألا ينتثر دمه، لعل بقية عمره يدعو لك ولابنك، اعف عنه، عل الله أن يعفو عنك، فعفى عنه لله وحده. فقيل للشيخ الكبير وقام، قالوا: رفع السيف عنك، اعتقت رقبتك، فتبسم. قيل له: أتذهب إلى من عفى عنك لتشكره؟ قال: لا، سأذهب للسجن أتوضأ لأشكر الذي أمره بأن يعفو، لأني جلست بضع سنين أسجد لله وأدعوه، هذه الساعة هي نهاية دعاء العظيم السميع المجيب، هو الذي أمره. ثم بعد يوم أتى إلى أولياء الدم فأثنى عليهم ودعا لهم. الشاهد: رجل مؤمن ما من نعمة إلا وربي مسديها، ولذلك الحمد يجعل الحياة كلها جنة، لأن الله يزيدك، لئن شكرتم لأزيدنكم. الله أقل ما يعطي العبد يعطيه دنيا، الله قد يحب العبد فيصرف الدنيا عنه، لأن بعضهم يقول: الله ما أعطاني المال، أعطاك الركوع والسجود، أعطاك الوضوء، أعطاك الحمد، أعطاك الصبر، أعظم من الدنيا. وفي الأثر: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر. ترى سوق الأسهم يوم يطيح فيها بعض الناس فضلا من الله وكرم، لأن بعض الناس لو تجرع بسوق الأسهم كان تفرعن على الأمة، لكن الله جل وعلا أخذ ما زاد من ماله ليرده إلى الصف الأول، لأن من يوم صار يبيع ويشتري صار يصلي في الصف الأخير، يوم راحت أمهات خمس جاء وصلى معنا في الصف الأول. الحمد لله. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلى الغنى، فلو أفقرته لأفسدت عليه دينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأحباب، لو سجدنا على حامل الإبر لما استطعنا، والله ما استطعنا أن نسدد فواتير نعمة واحدة. ولذلك العبد مطالب كل يوم إذا تحركت مفاصله أن يحمد من حركها. والعجيب أن البعض ينسى، يظن أن كل واحد أصبح بنعمة. أحبابي، هناك من أصبح بجلطة، هناك من قام أبناؤه بإيقاظه فما استيقظ. ما تسمعون قصص الموت المفاجئ والجلطات؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة مفصل من أحدكم صدقة. كيف؟ كم في الإنسان؟ 360 مفصل، على كل مسلم، على كل عبد حرك الله هذه المفاصل 360 كل يوم فاتورة شكر واعتراف وإقرار لله بالحمد يوم أن حركها. لو لم تشكر هذه النعمة لكنت في ذاك اليوم غير شاكر وغير حامد. فالصحابة قالوا: كيف يا رسول الله؟
كيف نشكر الله على تحريك المفاصل، على السلامة؟ قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وفي رواية: وتعدل بين اثنين صدقة. ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. الله المستعان. بعضنا أحبابي صلاة الضحى، انظروا كبار السن وحرصهم على قيام الليل وصلاة الضحى. واحد من الشيبان يقول: يا شيخ، والله العظيم إني صليت لله 60 سنة في قريتي، ما ظننت أن السنة الراتبة اللي قبل الظهر وبعد المغرب والعشاء وقبل الفجر، ما ظننت أنها مندوبة، ظننتها واجبة. لي 60 سنة أتسنن على أنها واجبة، وأن قيام الليل واجب، وأن صلاة الضحى واجبة. الله يحسن عزاكم اللي ما تصلون. يقول: قلت: والله لو أنك تعزينا حتى لا عزاء لنا. كان يصليها كأنها واجبة ثابتة عليه. ثم قال: يا شيخ، لماذا يصلون يهربون من ربي؟ يصلي والتسليمة الثانية عند النعال، يا ما يستحون من الله. عطاهم هذا الشايب الموحد. ترى بعضنا يوم زاد علمه قلت عبادته، يا ليته ما قرأ ولا درس، كان قاعدا على العبادة الجميلة، وكان قلبه قريبا من الطاعة، وكان لسانه رطبا بذكر ربه. ولذلك تجدون أحبابي أن بعض العوام الموحدين أكثر بكثير منا يا المتعلمين طاعة وثناء وحمد، يخافون على النعم أن تزول، وإذا رأوا كفرا للنعمة بكوا. شايب في الشرقية خرج فوجد كيس حب بر أي قمح موجود عند كيس الزبالة، فتح إذا هو نظيف ليس به سوس ولا حب، فجلس عنده يبكي. جلس عند الزبالة أكرمكم الله وكيس البر هذا يبكي ويرفع يقول: أهذا يرمى يا أمة محمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كسرة خبز في غرفة عائشة سقطت بلا علم منها، فرفع الحبيب كسرة الخبز وقال لعائشة: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله فإنها ما ندت من قوم ثم عادت إليهم. وجلس يبكي على كيس البر اللي طلعوه الربع ما يبونه. ومن اللي يبغى البر؟ الناس يأكلوا الرز، والآن حتى الرز نصفه للزبائن أكرمكم الله. وسنأتي في آخر فصل من فصول المحاضرة في الحديث عن مظاهر كفر النعمة. أعود إذن أيها الأحباب، كل مسلم منا بحاجة إلى أن يحمد الله على عدد الأنفاس، وعلى عدد رمش العيون، وعلى عدد ما حرك الله مفاصلك. والله لو ما جاء أحد منكم الالتهاب اللي يأتي في أعصاب الرقبة هنا ما يقدر يلتفت، ما تستطيع والله أن تعيش، تتعب، تريد تلتفت بكامل جسمك. لو أن شوكة دخلت بين أظفرك ولحمك ما أخبار حياتك؟ تنقلب حياتك كلها عذاب. شوكة يا ابن الحلال انسى وأنا انساها، انقلبت حياتك ألم وحرارة وطبيب ويأخذها بمنقاشه. ما استطعت أن تتحمل شوكة، والله جل وعلا منذ أن خلقك يقلبك في النعم. رجل مريض في مستشفى النقاهة في الرياض، مشلول شللا رباعيا، وهذا الرجل إذا أرادوا إخراج الغائط منها جلكم الله أدخل الأطباء في دبره 8 تحميلات، يصب القيح والألم ويعض الفوطة على أسنانه ويبكي. حياته من 7 سنين لا يخرج إلا بهذه الطريقة. ثم يكشفون بلا شك عورته، ثم يلبسونه الحفاظة، ثم بعد أن دخل عليه الزائرون له وقفوا يسلمون عليه عرق ودموع، فقال لهم: قولوا الحمد لله لم تكشف لكم عورة ولم تحتاجوا لإخراج الأذى منكم إلى تدخل آدمي. احمدوا الله، أنا لي 8 سنين وهم يشوفون عورتي ويلبسونني الحفاظة وتكشف عورتي. احمدوا الله. والله إن أمنيتي التي أتمناها ثم بعد ذلك يقبضني ربي أن أضع جبهتي على الأرض لو مرة واحدة. يقول: احمدوا الله اللي تسجدون وتلمس هذه الجباه الأرض، كثروا من السجود أيها الأصحاء. هذه وصية
معاق مشلول شلل رباعي. أنت بحاجة إذا سجدت أن تحمد، وإذا رفعت أن تحمد، وإذا تنفست أن تحمد، وإذا أضاء الله عينك أن تحمد. كم تقدر نعمة البصر بكنوز الدنيا. لو قال أحد الناس أنا كفيف أريد عينيك وأعطيك صك كل ما أملك، مليار مليارين، أتبيع عينيك بكنوز الدنيا؟ لا والله. وبعضنا زعلان عشان سيارته مهي بجديدة، وبعض الشباب زعلان لأنه ما لقى وظيفة، وبعض الأبناء زعلان عشان الوالد ما شرى له همبرجر، أو ما غير الشنطة، أو ما عطاه مصروف يريده، أو ما غيروا جواله. ما زعل ما ننقل أبنائنا إلى من فقد النعمة ونوديهم لمصحاتنا ليروا مرضى السرطانات، أطفال بلا شعر يمشون في الأسياب يدفعون المغذيات، وأيامهم في العد التنازلي، بعضهم يموت اليوم ولا بكرة. واسألوا الرقاة واسألوا الأطباء، وخلوا عيالنا يشوفون النعمة التي سلبت من أناس مثلهم. ليس بيننا وبين الله نسب ألا يسلب هذه النعم. نحتاج إلى حمد من شغاف القلب، وأن أحبابي أن نداوم على شكر المنعم حتى لا تقع أضداد النعم فتنقلب النعمة. وكم واحد يتذكر الآن وهو على كرسيه المتحرك بعد الشلل اللي صار له بعد حادث، يتذكر يوم الصلاة خير من النوم، وكان ما يجي للمسجد. وكم واحد أحبابي كان غنيا فافتقر، وإذا الفقير رآه تمنى لو عنده شيء يخفف عن الفقير، لكن ماله راح. وكم واحد يتمنى أن يصوم الاثنين والخميس، لكن الحبوب اللي معه كيسة مليانة والطبيب يقول له لا تصوم، ما راحت عليه زمن شكر الله بالصيام في زمن القوة. حتى لا تحل أضداد النعم اليوم عاهد الله ألا تترك ساعة ولا همسة بل العابد التقي في نومه ذكر. بعض الصالحين وهو ينقلب من جنبه إلى جنبه الآخر يقول الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، إي وربي. بل إن بعضهم لما داوم الحمد أحدهم يقول أبي في مستشفى الملك خالد الجامعي جلس في العناية المركزة 7 أشهر وهو يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حتى ختم له بقوله الحمد لله، لأن حياته حمد. ولكن سنأتي إلى أن الحمد لله جل وعلا ليس تحريك اللسان بالحمد دون أن يكون معه إقرار بالقلب وخضوع بالجسد واستعمال للقوة في طاعة المنعم جل وعلا.